الكتاب اللي انا بقالي فتره طويله جدا خايفه اتكلم عنه، بنات حواء الثلاث لأليف شفاق. الكتاب ده بيتكلم عن 3 بنات: منى البنت المتدينه المصريه، وشيرين الايرانيه الملحده، واخر واحده وهي باري اللي كانت ما بين الاثنين. ليه انا كنت خايفه اتكلم على الكتاب ده؟ لان انا عارفه ان الكتاب ده مش هيرضي الذوق العام. الكتاب طبعا زي ما هو واضح بيتكلم عن افكار دينيه مختلفه، ويمكن يكون ده السبب اللي مخليني حاطه ايدج ريستريكشن عالي. حتى 21 سنه ده سن صغير جدا لحد يقرا الكتاب ده، محتاج حد يكون عارف يحدد اراءه كويس. أليف شفاق للاسف بتدعم افكار مش قد كده. مهم قوي وانت بتقرا الكتاب ده انك ما تتعاطفش مع افكار مش المفروض تتعاطف معاها. الكتاب مش صغير، هو كبير، هو تقريبا 600 صفحه. بالنسبه لي انا كنت شايفه ان 600 صفحه ده كويس قوي. اوله كان بطيء شويه، بس اكتشفت بعد كده ان انا كنت محتاجه قوي البطء ده. الكتاب ده بيتكلم عن التفتح في الاراء الدينيه، حاجه من اصعب الحاجات اللي الناس بتتعامل معاها. وبجد بجد احسن حاجه في الكتاب ده هو شخصياته. ومن اكتر الحاجات الواقعيه اللي حصلت لي في الكتاب ده ان شخصيات كتير قوي انا كنت بحبها قوي وبكرهها في نفس الوقت. الالحاد عامه موضوع مهم، وبحس ان مفيش حد بيناقشه بشكل كويس. بتكلم على الالحاد اللي بجد، مش الناس اللي بتلفت النظر بس عشان تقول كده. الدين هو الامان بالنسبه لنا، فمتخيل ان حد يبقى ما عندوش الامان ده في حياته؟ فهل انا برشح الكتاب ده لكل الناس؟ اكيد لا. أليف شفاق عامه من الكتاب اللي بتحتاج ان انت ما تكونش اي فكره عن الكتاب قبل ما تقرا لها. مش كده وبس، انت كمان لازم تتفتح قوي في الراي وتقبل حاجات ممكن تضايقك. الافكار الكتير اللي ضايقتني وما كانتش عجباني والرسائل اللي بين السطور هي اللي خلتني انقص من الكتاب. اخر حاجه هقولها لكم بقى: المترجم لازم يتشكر. الحقيقه ان هو مأدي الواجب وزياده. الكتب القليله قوي اللي انا ما كنتش محتاجه اروح اقعد ادور على كل اسم بيتكتب في الكتاب. وبس كده.